السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه يا شباب؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة جاي اكلمكم عن حاجة اسمها نهاية ملك وبيدق ضد ملك في الشطرنج. طيب هنشرح ايه النهاردة؟ خلينا الأول بس نبص على الموقف اللي قدامنا ده. في حاجة في الشطرنج أكيد أنت عارفها اسمها ستيل ميت. يعني الملك ده لا هو واخد كش ولا هو عارف يتحرك. يعني بص كده الملك ده ما يقدرش يجي هنا ولا هنا بسبب العسكري اللي ماسك المربعين دول. اوكي. وفي نفس الوقت لا يقدر ينزل هنا ولا هنا بسبب الملك اللي واقف ماسك المربعين دول. وبالتالي الموقف ده اسمه ستيل ميت. يعني انت لو بتلعب ابيض في الموقف ده ومعاك بيدق زيادة اللي المفروض ان انت هترقيه تخليه وزير، ممكن الاسود لو قدر ان هو يقف قدام البيدق بتاعك بالشكل ده يخلي الماتش يخلص تعادل. واكيد انت وقعت في الغلطة دي قبل كده زي ما انا وقعت فيها. النهاردة هنشرح ازاي لو انت معاك بيدق موجود زيادة تقدر ترقيه وتخليه وزير بدون ما الاسود يقدر يعيق هذا التقدم. ده هدف الحلقة النهاردة. طيب يا سيدي، انا غيرت لك البوزيشن عشان في حاجة مهمة لازم اشرحها الاول. نهاية ملك وبيدق ضد ملك في الشطرنج ليها جزئين مختلفين او حلقتين منفصلين عن بعض. الحلقة الأولانية بس خلينا نجيب البدء ده هنا، أنا مش عايزه هنا لسبب أنا هفهمه لك قدام. خليه مثلا هنا. الحلقة الأولانية هي إنك أنت يبقى الملك الأسود بعيد عن البيدق بتاعك. أوكي. والحالة التانية إنه الملك الأسود يبقى قريب من البيدق بتاعك. الحالة التانية هي الحالة الأهم والأصعب اللي هنشرحها في الجزء التاني من الحلقة ديت. أوكي. اللي أنا لسه موريها لك من شوية لما كان الملك الأسود واقف هنا والبيدق واقف هنا مثلا كده. اوكي. لسه شرحها من شويه. والملك كان هنا وبالتالي ده ستيل ميت او انه يعتبر الماتش انتهى تعادل. اما الحاله اللي انا عايز اشرحها دلوقتي مش مشكله خلي البدء هنا. هي الحاله انه لما يبقى الملك ده بعيد عن البدء بتاعك وانت عايز ترقيه. هنا احنا بندخل في حاجه اسمها قاعده المربع. يعني ايه بقى قاعده المربع؟ الموضوع بسيط. بص يا سيدي، انا دلوقتي ايه هدفي؟ ان انا عايز ارقي البيدق ده واوصله للصف الثامن عشان يبقى وزير وادي كش مات واكسب الماتش. الاسود بيحاول ايه؟ بيحاول ان هو يتحرك علشان يمنع البيدق بتاعي من ان هو يترقى، بان هو ياكل البيدق بتاعي او يقف في وشه عشان ما يترقاش. جميل جميل. طيب البيدق ده لما انا هاجي احركه هحركه خطوتين منطقي. عايز اسبق واقدمه عشان يترقى، والاسود هيحاول ان هو يتحرك عشان يوقفه. القاعدة هنا بتقول لك ايه بقى يا ريس؟ يعني الجراند ماسترز او الناس اللي بيكتبوا كتب في الشطرنج او قال لك بقى هنا في قاعدة اسمها قاعدة المربع. ايه هي قاعدة المربع دي؟ بعد ما انا دفعت البدء بتاعي سواء خطوة او خطوتين عشان هو هنا مبتدي من الصف التاني فهو يقدر يتحرك خطوتين. هنا الاسود اللي عليه اللعب صح؟ جميل. يبقى انا هرسم المربع بتاعي اللي انا هوريه لك دلوقتي قبل ما الاسود يحرك الحركة بتاعته. طيب ايه بقى هو المربع ده؟ ده مربع تخيلي برسمه في دماغي، من خلاله بقدر اشوف هل البيدق ده هيقدر يوصل يبقى وزير ويترقى ولا لا، ولا الملك الاسود هيلحقه. طيب هرسم المربع ده ازاي؟ الموضوع بسيط. ادي 1 2 3 4. البيدق ده محتاج 4 نقلات عشان يترقى ويبقى وزير. فببتدي اعد 1 2 3 4. لاحظ كده، قفلته فبقى مربع. عديت 4 خطوات من هنا وبعدين انا بصيت الاول انا قدامي كام خطوه؟ 4. قمت عادت 4 خطوات تاني بالعرض. بالتالي انا رسمت مربع. السؤال بقى دلوقتي، الملك بتاع الاسود هو لسه ما اتحركش، هل هو جوه المربع بتاعي ولا بره المربع بتاعي؟ يعني ايه جوه المربع بتاعي؟ يعني يبقى على الوتر او على العمود ده سوري، او جوه المربع. لو هو على العمود او جوه المربع بالتالي البيضة ده مش هيترقى. ليه؟ لان الملك ده هيلحقه وهياكله. لكن طالما هو لسه جوه بره المربع، يعني لو هو هنا هو بره المربع، لو هو حتى هنا هو بره المربع. ماشي. طب تعالى نشوف كده مثال عملي. هنفترض لا يبقى هنا عشان هو لو كان هنا كان النقله الجايه هيدخل جوه المربع، هو هنا دلوقتي مثلا.
وانا عايز ارقي البدأ بتاعي، قلنا ادي 1 2 3 4 وادي 1 2 3 4. هل الملك كده جوه المربع؟ لا، مش جوه المربع. طيب تعالى بقى نجرب ان احنا نرقي البيضة. احنا قلنا الاسود هو اللي عليه اللعب وهو بره المربع، فدخل مثلا اهو. بص بص، هو بيدخل وانا بدخل، بص ملحقش البدأ بتاعي. البدأ بتاعي بقى وزير. ليه؟ لانه من البداية كان الملك الاسود بره المربع. خلاص، دي قاعدة انت تقدر تستخدمها بكل بساطة لو انت بتلعب اي ماتش والملك الاسود بعيد، يعني بعيد عن البدأ بتاعك، فانت حاسس ان انت تقدر ترسم المربع وتشوف اذا كنت هترقي البدأ ولا لا. خلاص، دي ببساطة قاعدة المربع، ودي مهمة ان انت تبقى فاهمها. ولكن احنا دلوقتي هندخل بقى على حاجة تانية خالص، وهي اللي احنا جايين اصلا نشرحها النهاردة، وهي الاهم. لو انا عندي بدأ مثلا وعايز ارقيه، وعندي ملك الابيض وعندي الملك الاسود، والملك الاسود قريب مثلا هنا او هنا، المهم ان هو او واقف في وش مثلا البيدق بتاعي، المهم ان هو قريب من البيدق وفي طريقه ان هو يترقى. هل انا بقى اقدر ارقي البيدق بتاعي بسهولة ولا لا؟ وازاي اتجنب التعادل الشكل اللي شفناه في اول الحلقة خالص؟ يلا بينا نشوف. طيب، لو انت متابعني في حلقاتي عموما وفي الحلقات التعليمية تحديدا، انا دايما بحب اقول لك، زي اديك ملحوظة كده في البداية، اقول لك ايه هو الهدف الرئيسي او الشيء اللي احنا عايزين نوصل له في النهاية، ايه الشكل اللي احنا عايزين نوصل له. يعني انا قبل ما اشرح لك بقى يعني ايه مقابلة ويعني ايه كيس كويرز، حاجات لسه هنشرحها دلوقتي مهمة جدا انك تفهمها في النهايات، خليني بس اقول لك ايه هو الحاجة اللي احنا عايزين نوصل لها في النهاية. بص يا معلم، الشكل اللي احنا عايزين نوصل له في النهاية، نفترض مثلا ان الملك الاسود ده في الوضع يعني هيبقى واقف مثلا هنا وات ايفر في اي مكان. الشكل اللي انا عايز اوصل له في النهاية ان يبقى الملك بتاعي، اوكي، البيضة ده واقف ايه على عمود الاي، مظبوط. طيب، الشكل اللي انا عايز اوصله في النهاية ان يبقى الملك بتاعي واقف على المربع ده او المربع ده، وبالتالي هو مأمن الثلاث مربعات دول اللي هم ده وده وده. ليه بقى؟ لانه بمجرد ما الملك بتاعي وصل هنا وكان البيدق بتاعي مثلا هنا او كان هنا، اوكي، الطريق اصبح قدامه مؤمن ان هو يترقى، يبقى وزير. حتى لو الملك ده واقف هنا مثلا او واقف حتى هنا، بص انا اقدر ارقي واجيب وزير خلاص بسهولة. فيبقى الهدف بتاعي الرئيسي ان انا اجيب الملك هنا او اجيب الملك هنا، اوكي، وفي نفس الوقت يفضل البدء بتاعي قريب من الملك عشان اقدر ان انا ارقيه. ده اللي انا عايز اوصل له اصلا. قبل بقى ما اشرح لك هنوصل للوضع ده ازاي. تمام يا ريس، تمام. شرحنا دلوقتي ايه الهدف اللي عايزين نوصل له علشان نرقي البدء بتاعنا، الشكل الرئيسي. طيب تعالى بقى هات لنا البدء ده كده على جنب خالص، طلعه بره خالص. عايز اشرح لك حاجة في الشطرنج اسمها مفهوم المقابلة. يعني هتقول لي ايه مفهوم المقابلة ده؟ يعني ايه المقابلة في الشطرنج؟ الملكين هيتقابلوا؟ الملكين هيتقابلوا. بص يا ريس، يعني ايه مفهوم المقابلة في الشطرنج؟ يعني الملك ده يبقى واقف في وش الملك التاني على على نفس اللون. المقابلة دي ممكن تبقى عمودية، ممكن تبقى وترية، ايا كان. يعني ممكن مثلا يبقى الملك هنا والملك هنا، دي اسمها مقابلة. تمام. المهم يا سيدي، ايا كان بقى شكلها عامل ازاي، خلينا بس نشرح الحاجة اللي احنا جايين نشرحها دلوقتي. فدي كده اسمها ايه؟ اسمها مقابلة. الملك الابيض واقف في وش الملك الاسود وعلى نفس اللون. طيب ركز بقى دلوقتي كويس جدا. احنا قلنا ايه من شوية؟ ان انا عايز اوصل بالملك بتاعي للمربع ده او المربع ده، ويبقى البيدق بتاعي في الطريق علشان يترقى. ده اللي احنا لسه قايلينه. طب انا هعمل كده ازاي من غير مزيح او اشيل الملك ده من قدامي؟ ما الملك ده واقف في وشي. ازاي لو انا عندي بيدق مثلا هنا هقدمه ما الملك واقف؟ يبقى انا لازم ان انا امشي الملك ده من طريقي. طيب يعني ايه بقى امشي الملك من طريقي؟ باستخدام حاجه اسمها المقابله. ايه بقى هي المقابله دي؟ بص يا ريس، المقابله بيكسبها اللاعب اللي مش عليه الدور. هتقول لي يعني ايه؟ هقول لك. دلوقتي لو الابيض اللي عليه الدور، الماتش ده هينتهي تعادل. هتقول لي ايه الكلام ده؟ مش فاهم حاجه. بص، لو انا الوقت الابيض وعايز ان انا افتح الطريق للبدء بتاعي عشان يترقى، هاجي مثلا هنا. طب الاسود هيعمل ايه؟ هيقوم جاي هنا، قابلني، جه في وشي، رخم عليا.
طب لو انا قمت راجع كده، ما انا عايزه يمشي عشان اطلع البدأ بتاعي، هيجي هنا. طب لو جيت هنا هيجي هنا، وبالتالي هنفضل كده ونكرر لحد ما نتعادل. اذا المقابلة بتحصل لما انا مثلا كأبيض، هنفترض ان انا بلعب ابيض، ما يبقاش عليا الدور ان انا العب، وبالتالي يضطر الاسود انه يتحرك في اي مربع، اللي هو غالبا هيبقى مربع من الاتنين دول. لو اتحرك جه هنا، انا كده ايه؟ انا كده كسبت المقابلة. ليه بقى؟ لان انا هتحرك هاجي هنا، وبالتالي انا فتحت الطريق للبدء بتاعي. البدء بتاعي دلوقتي لو واقف هنا، او لو واقف مثلا على المربعين دول تحديدا، الملك الاسود ما يقدرش ياكله، لان هو في حماية الملك بتاعي. اوكي، دي اسمها المقابلة. فانا كل اللي انا بحاول اعمله علشان ارقي البدء بتاعي، ركز عشان الكلام ده مهم وهتتعادل في ماتشات بسببه وانت معاك بدء زيادة، ان انا عايز افتح الطريق للبدء بتاعي علشان يعدي ويترقى. يبقى اول حاجة فهمنا ايه هو مفهوم المقابلة، وان المقابلة لازم يبقى اللي قدامي هو اللي عليه الدور علشان انا اكسب واعدي الملك بتاعي، وايه، ويفتح الطريق للبدع بتاعي عشان يترقى. فهمت المقابلة يا ريس؟ وفهمت دلوقتي انه انت اللي مش عليه الدور هو اللي بيكسب المقابلة، ان انا لما ما يكونش عليا الدور، الاسود او خصمي مضطر ان هو يتحرك فيبعد بالملك بتاعي، فانا احرك الملك بتاعي واقدمه علشان افتح الطريق للايه، للبدء بتاعي. خلاص شرحنا ده، شرحنا ده. طيب ندخل دلوقتي على حاجة تانية بقى، اسمها الكي سكويرز، او المربعات المفتاحية. هات لي الملك ده كده بعيد، هات لي الملك ده كده بعيد. عايز اشرح لك حاجة دلوقتي تانية خالص. يعني ايه المربعات المفتاحية او الكي سكويرز؟ في الشطرنج حاجة اسمها الكي سكويرز، اللي هي المربعات اللي لو الملك بتاعي وصل لها قدام البيدق بتاعي اللي انا عايز ارقيه، بالتالي البيدق ده خلاص لازم يترقى والفوز بقى مؤكد. المربعات المفتاحية دي منقسمة لقسمين او الكي سكويرز: قبل الصف الرابع اللي هو الصف ده، وبعد الصف الرابع اللي هو من اول الصف الخامس. هتقول لي بقى يعني ايه؟ هقول لك. بص يا ريس، لو البدء بتاعي انا قبل الصف الرابع، قبل منتصف الرقعة، بيكون الكي سكويرز بتوعه اللي هم التلاتة دول بعديه بصف. اوكي، يعني لو انا البدء بتاعي هنا مثلا، او لو انا البدء بتاعي يا عم هنا في الصف الرابع، دول الكي سكويرز بتوعه بنعدي صف ونعد تلات مربعات: المربع اللي في وش البيدق، ومربع يمين، ومربع شمال. دول اسمهم الكي سكويرز. هتقول لي إيه، انت خرجتني من المقابله دخلتني على الكي سكويرز؟ لا، كل ده هيتربط ببعضه لما ننتقل لاخر جزئيه في الحلقه. مش هطول عليك اكتر من كده، ومش هديك حاجات معقده اكتر من كده، عشان تعرف ازاي ترقي البيدق الاخير اللي عندك. كله بقى هيتربط ببعضه. المهم، فدولت التلاتة الكي سكويرز بتوع البيدق. طيب ده لو هو من الصف الاول، التاني، التالت، الرابع. اكيد مش في الاول، هو مش هينفع يرجع الاول. المهم يعني في التلاته دول. اوكي. طيب لو البدء مثلا بقى هنا، بقى في الصف الخامس، عدى نص الرقعه، طبعا العكس بالعكس لو انت بتلعب اسود، اكيد انت فاهم ده. بالتالي الكي سكويرز بيبقوا هم اللي في وش البدء على طول، مش بنعدي بقى صف، مش بنحط صف فاصل، لا، يبقى الصف اللي بعده على طول. هي دي الكي سكويرز بتاعته. ايه هي الكي سكويرز او المربعات المفتاحيه؟ معناها ان انا بحاول احط الملك بتاعي في الكي سكويرز او في المربعات المفتاحيه بتاعه البيدق علشان البيدق ده يترقى. بوصل للمربعات المفتاحيه دي ازاي؟ من خلال المقابله. وصلت؟ حلو كده لحد هنا؟ مفهومه؟ انا مش شايفها صعبه، بسطتها لك يعني بافضل شكل ممكن. تعالى بقى دلوقتي ناخد سيناريو اكنك انت يا باشا بتلعب مباراة حقيقية، وعندك ملك مثلا عايز يرخم عليك. اوكي، وانت عايز ترقي البدأ بتاعك. تاني احنا قلنا، او انا وضحت لك، انه لو مثلا الملك ده قلنا مثلا كان هنا، وانت واقف هنا، وانت اللي عليك اللعب، فجيت كده فقرر فجي وراك، فجيت كده فجي وراك، بالتالي النهاية دي بتبقى تعادل عشان هو اخد منك المقابلة. ده لو انت بتلاعب حد فاهم. اوكي، لو انت بتلاعب واحد تعبان هو اصلا هيغلط، فانت هترقي البدأ عادي. اوكي. طيب
فمش كل الحالات انت بتقدر ترقي فيها، ولكن يعني معظم الحالات اللي انت فاهمها هتقدر ترقي فيها بعد ما تتعلم ازاي ترقي البدأ بتاعك. فهنفترض مثلا ادي يا عم، ادي مثلا ماتش، انت بتلعب ماتش عادي جدا يا عم، خلي مثلا الملك هنا. فاحنا اتفقنا انه الكي سكويرز بتاعه البيدق هيبقوا اني بقى اني 3 مربعات. قلنا ان هو لو قبل منتصف الرقعه فالكي سكويرز بنعدي صف وبنعد 3 مربعات. طيب دي اول حاجه. تاني حاجه قلنا ايه؟ قلنا ان احنا عايزين الملك بتاعنا يدخل جوه الكي سكويرز بتاعه البيدق عشان البيدق يعرف يتقدم وبالتالي يعرف يترقى. طيب خد بالك من معلومه مهمه جدا لازم تبقى فاهمها في الحالة دي تحديدا. بيقول لك انه انت لو وصلت مثلا بالملك بتاعك هنا، اوعى 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 بأي حال من الأحوال تبقى نقلتك مثلا الجاية ان انت تحط البيدق جنب الملك. شكرا، النهاية هتخلص تعادل. لا ينفع البيدق يبقى جنب الملك ولا ينفع انه يسبق الملك الا في حالة واحدة بس، اما يجي يترقى خالص في الاخر. وصلت بالملك هنا فالبيدق بتاعك هنا فانت هترقيه، لكن طالما لسه ما وصلش للصف السابع لا ينفع يسبق الملك ولا يبقى جنب الملك. اتفقنا؟ اتفقنا. هنقول مثلا ان ده البوزيشن اللي احنا فيه، فاحنا عايزين نوصل لايه؟ للكي سكويرز، وانت اللي عليك اللعب هتلعب مثلا النقله دي، والافضل كمان انك تلعب دي. ماشي؟ ليه بقى بقول لك تلعب دي؟ عشان انت في الوضع ده الملك الاسود لو هو مثلا كان واقف هنا بالتالي هو اللي لازم يتحرك، انت اللي هتاخد المقابله، هتيجي هنا. اوكي؟ فالافضل دايما كمان انك تقف في وش البيدق. اوكي؟ المهم يا سيدي الملك ده مثلا كان هنا، فقام لاعب مثلا النقله دي، وبالتالي انت ايه نقلتك الجايه؟ اتفقنا بقى، قلنا ديت الكي سكويرز، فانت هتيجي مثلا هنا. حلو حلو كده، انت المستفيد، انت المستفيد. دخلت في ايه؟ في الكي سكويرز بتاعت البيدق. اوكي؟ طيب الاسود هنا عايز يعمل ايه؟ عايز يمنع البيدق بتاعك من ان هو يترقى. خلاص؟ طيب لو هو نزل مثلا كده هو كده اخطأ. ماشي؟ ليه؟ لان انت بالتالي هترفع مثلا البيدق بتاعك بكش، هيضطر ان هو يتحرك يخرج لبره، فانت هتدخل في الكيس كويرز وهكذا، فهو مش هيعمل كده. طب هو هيعمل ايه؟ هيقوم جاي هنا. ليه بقى؟ عارف ليه؟ عشان هو عايز يمنع البيدق بتاعك ان هو يترقى، فبيقف في وشه، بلس ان هو عايز ياخد منك المقابله. طب انت هتعمل ايه؟ هتقوم انت جاي هنا. فاكر اللي شرحناه في اول الحلقه خالص، او اول ما جينا نشرح المقابله؟ قلت لك المقابله بيكسبها اللي مش عليه الدور. مين اللي عليه الدور دلوقتي؟ الاسود. اتحرك يا حبيبي، شوف هتروح فين. هيجي مثلا هنا. اوكي؟ بالتالي انت كسبت المقابله، فقمت انت جاي كمان مثلا كده. بص، انت فتحت الطريق للبيدق بتاعك من خلال فهمك للكي سكويرز. انت محتاج توصل بالملك بتاعك فين، ومن انك انت فهمت مفهوم المقابله، ازاي ابعد الملك التاني او بتاع خصمي من طريقي. طيب لعب بقى ايا كان يا عم، مثلا جه كده، يلا دفعت البداء بتاعك. ماشي؟ هو اللي عليه اللعب. هيعمل ايه مثلا؟ هيجي هنا، هتقوم انت جاي هنا. هيجي هنا، هتقوم انت جاي هنا. طيب هتقولي ما هو بيغلس عليا. لا، بص، انت هتدفع البداء بتاعك تاني. لما انت دفعت البداء بتاعك تاني، الكي سكويرز فين؟ اللي هم هو واقف على الصف الرابع، هو لسه ما عداش نص الرقعة، هم ال3 مربعات بعد الصف اللي قدامه. دول انت دلوقتي هتدخل فيهم. هتقولي ازاي؟ هقول لك. مش احنا قلنا انه اللي مش عليه الدور هو اللي بيكسب المقابلة؟ دلوقتي هو هيضطر يتحرك هنا. اوكي؟ فانت هتيجي في وشه. صح كده؟ مين اللي مضطر يتحرك؟ الاسود. هيجي هنا او هيجي هنا يا ريس. طب خليه يجي هنا. بص انت عملت ايه؟ دخلت جوه الكي سكويرز بتوع البيدق، وهكذا. ماشي؟ هو دلوقتي عايز يلعب، هيعمل ايه؟ هو ما عندوش حتى، لو جه كده، لو نزل لتحت انت هتدفع البيدق بتاعك. هو هيرجع مثلا هنا. دي النقله اللي غالبا اللي هو اللي هيلعبها. اوكي؟ هتقوم انت عامل ايه يا ريس؟ هتيجي في وشه تاخد المقابله. اوكي؟ هو دلوقتي مضطر ايه؟ مضطر يتحرك. هيجي مثلا هنا، هتقوم انت عامل ايه؟ طالع بالملك بتاعك. بص انت وقفت فين؟ انت مش بس امنت ال3 مربعات اللي هم الكي سكويرز، انت امنت كل الكي سكويرز اصلا اللي البدأ ده هيتحرك فيهم. انت خلاص كده رقيت رسمي. اخر حاجه قلناها، انت اتحركت هنا، هو مثلا هينزل هنا، فانت هتقوم خلاص انت كده بترقي. خلاص نو واي، هو مش عارف يوقفك. تمام؟ طيب انت دلوقتي شفت
الترقية جت ازاي. طيب تعالى بقى اقول لك ايه الغلطة اللي انت ممكن تغلطها فما تعرفش ترقي. بص مثلا، مش احنا كنا مبتدئين تقريبا من البوزيشن ده؟ طيب لو انت يا عم مثلا قمت، لا خليه بعيد شويه، لو انت مثلا قمت جاي لاعب كده، احنا قلنا ان البيضة ده الكيس كويرز بتوعه دول صح؟ فقام مثلا هو جاي مثلا بالملك بتاعه هنا، اوكي؟ فاحنا قلنا من شويه ايه، ان انت لو انت بقى ركزت في اللي احنا شرحناه، النقله بتاعتك الجايه لازما ان الملك يجي هنا علشان ايه؟ علشان يفتح الطريق للبيدق ويسيطر على الثلاث مربعات دول لو هو هنا، اوكي؟ فالبيدق يقدر يتحرك. طب لو انت بقى قمت بدل ما تقدم الملك هنا، قمت مثلا، واللي انا قلت لك ما تعملوش، قمت مقدم البيدق، سوري، قمت مقدم البيدق، الملك كان هنا، قمت مقدم البيدق مدي كش مثلا جايبه جنب الملك، ماشي؟ خلاص الدور بقى تعادل رسمي. ليه بقى؟ يقوم هو عامل لك كده. هتعمل انت ايه بقى؟ فكر كده، ايه اللي انت تقدر تعمله دلوقتي؟ انت ما تقدرش اصلا تتحرك ولا تتقدم قدام الملك، اوكي؟ ليه؟ لان الملك ده كسب منك او مش كسب منك المقابله، هو انت اصلا حتى مش عارف تقابله، مش عارف تحطه قدام المقابله اللي احنا لسه شارحينها، اوكي؟ فانت هتيجي مثلا هنا، ده اللي انت تقدر تعمله، ما انت مش لاقي حاجه تلعبها، هيقوم هو جاي هنا، هتقوم انت جاي هنا، هيقوم هو راجع هنا، شكرا، مش هتعرف تتحرك. يبقى زي ما قلنا، لا ينفع البيدق يسبق الملك طالما ما وصلش للصف السادس تحديدا. انا قلت تقريبا في الاول الصف السابع، لا، ما وصلش الصف السادس، اوكي؟ لان البيدق لو وصل الصف السادس خلاص، حتى لو الملك جنبه يقدر يترقى بسهوله، اوكي؟ لان هو اصلا قدامه خطوتين ويوصل يبقى ملك، سوري، يبقى وزير. تعال اديك مثال عملي بالوضع اللي قدامنا دلوقتي. احنا قلنا ايه؟ البيدق ده لسه ما وصلش للصف الخامس مثلا، وانت ما قمتش جاي هنا علشان تاخد المقابله وتجبر الملك ان هو يتحرك، قمت انت مثلا بالغلط اللي قلنا قمت لاعب النقله دي. بالتالي كده تعالى بقى نشوف كمان، لو انت اسود، ده انا عكستها لك عشان تشوف لو انت اسود تقدر تدافع قدام النقله دي ازاي وتتعادل في الوضع ده. لو الابيض غلط وبدل ما هو يجي ياخد المقابله منك ويجبرك انك تتحرك هنا او هنا عشان يدخل في الكي سكويرز بتاعه البيضه، اوكي؟ الابيض مثلا غلط في الوضع ده وقام جايب البيضه جنب الملك، وانت كاسود عايز تتعادل، كل ما عليك تعمله يا ريس في الوضع ده هو انك انت تفضل واقف في وش البيضه، تمام؟ طيب ليه بقى؟ هو دلوقتي عنده حاجه من الاثنين، يا يدفع الملك بتاعه يا يحرك البيضه. طب خليه مثلا قام هو دفع الملك بتاعه، اوكي؟ فانت دلوقتي مضطر تتحرك، فانت تقدر تعمل ايه بقى؟ تيجي في وشه، تاخد المقابله. هو دلوقتي مضطر يعمل حاجه من الاثنين، يا اما يجيب الملك هنا، ولو جيب الملك، لو جيب الملك هنا، اوكي، انت هتيجي بالملك في وشه، هتيجي هنا هتيجي في وشه، خلاص الدور تعادل. يا اما مضطر ان هو يقدم البيدق. وكل ما عليك هنا يا ريس، لو انت بتلعب اسود والابيض غلط وما عملش اللي احنا شرحناه من شويه، او خصمك غلط بيلعب ابيض او اسود وما عملش اللي احنا شرحناه من شويه وجاب البيدق جنب الملك، تقف في وش البيدق، في وش الطريق بتاع البيدق، اوكي؟ يا اما تاخد من الملك المقابله عشان الملك ما يدخلش هنا، خلاص كده الماتش ده تعادل. هو ما يعرفش يجي هنا او هنا، هيرجع هنا، هيرجع هنا، انت هتفضل زي ما قلنا، مثلا لو هو رجع هنا هتيجي هنا، جه هنا هترجع كده، دفع البيدق، هتيجي تقف في وش البيدق، خلاص الدور ده تعادل، ما عندوش اي حاجه يعملها غير ان هو يدفع البيدق. وبالتالي انت دلوقتي مثلا ممكن تيجي هنا، اوكي؟ خلاص برضو هو ما يقدرش يعمل حاجة وانت هتاكل البيضة او هتفضل واقف في وش البيضة، فالدور انتهى رسميا. اتفقنا؟ يبقى عرفنا انت كاسود بتدافع ازاي لو الابيض غلط، او لو انت عرفت تاخد منه المقابلة من الاخر وما خليتوش يعرف يرقي. لو حاسس انك بتستفيد حاجة، يا ريت بعد اذنك تحط لي لايك على الفيديو وتكتب لي في الكومنت ايه النهاية اللي انت وصلت لها قبل كده وما كسبتش وحاسس انك محتاج تتعلمها علشان اعمل لك عليها فيديو. تعالى بقى دلوقتي اشرح لك اخر حاجة خالص النهاردة. في حاجة في الشطرنج اسمها بيدق القنار، عشان تبقى انت ملم بكل نهايات البيادق، او نهاية سوري بيدق وملك ضد ملك، اوكي؟ ده اسمه بيدق قنار وده اسمه بيدق قنار. يعني ايه بيدق قنار؟ هو بيتسمى كده في الشطرنج، صدقني انا حتى مش عارف المسمى ده جاي من ايه، ممكن بعدين ابقى ابحث عنه. يعني البيدق اللي على عمود الايه او البيدق اللي على عمود الاتش. ولو انت عارف يعني ايه بيدق قنار انزل اكتب لي في الكومنت وعرفاني برضو.
البدائين اللي الجانبيين او اللي على الاطراف من الاخر. بص بقى عشان ما اطولش عليك الفيديو، ملخص الموضوع: البيادق دي في معظم الحالات، مش في كل الحالات، بتبقى صعب انها تترقى عن البيادق اللي هم من البي لحد الجي. هتقول لي يعني ايه؟ بص يا سيدي، البدائين دول هنفترض مثلا، ليه بقول لك هم صعبين ان هم يترقوا؟ شيل لي بس ده كده عشان يبقى المثال واضح. هم سهل ان هم يترقوا لو الملك بعيد. فاكر بقى لما شرحت لك في اول الفيديو قاعدة المربع؟ خلاص انت كده كده اسبق منه. لو انت مثلا دفعت خطوتين، انت اسبق منه بقاعدة المربع وهترقي. بس لو الملك ده هنا مثلا، اوكي، وانت عايز ترقيه، مش هتعرف ترقيه. ليه بقى؟ شفت كل اللي احنا شرحناه ده؟ انساه. لو انت مثلا قمت عامل كده، قام هو مثلا عامل كده، قمت انت لاعب كده، قام هو عامل كده، وات ايفر، فقمت انت مثلا قعدت ترقي، فقام هو جاي كده، فمثلا لعبت كده، فقام هو راجع. المهم يا سيدي، فقمت انت في النهايه وصلت للشكل ده، فقام هو داخل جوه. هنا ماشي، مفيش حاجه اسمها مقابله. في كي سكويرز بس مفيش مقابله. اوكي، انت مش هتعرف انك انت توصل بالملك بتاعك، انك انت تقف قدام الملك التاني وتعمل عملية المقابلة فتمشيه. يعني انت مثلا لو كنا من هنا كده مثلا يا سيدي وات ايفر، وانت مثلا لاعب كده، اما هو لاعب كده، بص 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 بص، اما هو داخل لجوه، انت هتمشيه ازاي؟ ما انت ما تقدرش اصلا تدخل جوه. ولا حتى لو جيت هنا اما هو عامل كده، هتيجي هنا هيقوم هو راجع، وهكذا. ملخص الموضوع: بدأ القنار ده عشان ترقيه في معظم الحالات لازم انك انت يبقى الملك مثلا الاسود بعيد جدا، وانت الملك بتاعك مثلا يا اما البدأ بتاعك يقدر يرقي بسرعة، او الملك بتاعك واقف بقى ايه في المكان ده تحديدا، في الكيس سكوير بتاع البيضة، وبالتالي هو مش عارف يخش له، مش عارف يعدي. يعني الملك ده لو هنا خلاص مش عارف يعدي، فانت تقدر ترقي في الوضع ده، بس تقدر تفضل تاخد منه المقابلة وترقي، لكن مفيش اي وضع تاني. تمام؟ النهارده انت اتعلمت يعني ايه قاعدة المربع، يعني ايه كي سكويرز، ويعني ايه مقابلة في الشطرنج، وازاي ترقي البيدق بتاعك في نهاية بيدق وملك ضد ملك. اتمنى لو استفدت، بعد اذنك تنزل تضغط لي لايك للحلقة، وتنتظر الحلقات الجاية كمان في فن النهايات عشان تتعلم اكتر عن نهايات الشطرنج اللي بيتميز بيها ماجنس كارلسن على سبيل المثال، اجمد واحد بيلعب نهايات في الدنيا. ويمكن عشان كده هو ماجنس كارلسن بطل العالم او الاسطوره. تمام؟ اتمنى تكون استفدت، واشوفك الحلقه الجايه.